يا صباح الخير والفل والياسمين عليكم يا حبايبي، على كل مشاهدين مطبخ ست الحبايب. يا حبايب، النهارده ست الحبايب عندها بطايه جايه من على السطوح. البط الفلاحي الجميل اللذيذ اللي شكله يتكلم عنه. شوفوا البطايه جميله ازاي ولذيذه ازاي من على السطوح. النهارده عاوزه نعمل غداني يا حبايبي، يا نور عيني. انا معايا البطايه ومعايا البصل. احنا بنحبه طبعا البصل زي ما انا مورياكم كده. بنحب نحطوه كده ونحمروه مع البط ونسلقوه ونحمروه بيبقى جميل. ومعاي كيس شعريه، هنعمل رز بشعريه النهارده. يلا بينا نشوفهم هنعملوا ايه. الميه يا حبيبتي بتغلى هي. هنحط البطايه. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه هنحط البطايه، وبنحب احط الكبده والجنصه. طبعا هي لها حواج هنحطها برضو في طبق تاني. هنحط ايه بقى بعديه؟ هنحط الفلفل الاسمر. مهم اي طيور اي لحمه ورق لوري. الميه يا حبيبتي بتغلي هي. معايا بصلايه، ومعايا يا حبيبتي البصل اللي انا ايه بحطه في الشوربه. اهو معايا 4 بصلات. معايا ايه حبه طماطم مخلطه، طماطمتين مخلطاهم ومقطعاهم. عبل ما يغلي هنكون غسلت الرز وهنعمله الشعريه يا حبايبي، يا نور عيني مع بعض. الرز بشعريه النهارده. البطايه يا حبيبتي هي بتاخد وتدي بقى مع البصل مع الفلفل مع الشوربه كده، بتاخد وتدي مع بعضها. وحطت لها طماطم معاكم. يلا بشعريه، الرز بشعريه معاكم. النهارده الجو حار، ولا بقى قادرين نعملوا دي ولا دي. قلنا نعملوا شويه رز بشعريه بس يا حبايبي. انا حاطه يا حبايبي الزيت اهو، وبنحط الشعريه اهو يا حبيبتي. انا مفضيه كيس الشعريه دي عشان عاوزه نعمل ايه. احنا بنحبه لما نعمل رز بشعريه، بنحبه الشعريه بتاعته بتبقى محطه ايه حبه الملح. وهقلب بقى الشعريه حبيبتي اهي بنقلبها. حاطه حبه الملح وحاطه الزيت، مش حاطه سمنه. ممكن تحط سمنه للشعريه. بصي يا حبيبتي الشعريه اهي، شوفي هي ما غمجتش، بس عشان لما ينحط لها الميه ما تبقاش بيضه. شوفي لما بنحطها على الرز بتكبر حلوه، بس عشان ايه لما تنحط في الميه لابد تخليها حمرا كده، عشان لما تنحط يا حبيبتي ينحط عليها الميه ما تبيضش. ومننزل الرز بقى انا غسلاه ومصفياه اهو. هنحط عليه فلفل ولا حبه فلفل وحبه ملح اهو يا حبيبتي. انا حطيت عليها مع حبه فلفل صغيرين والقعد بتاع الملح بتاع الرز. شوفي الرز بشعريه جميل ازاي. لسه ما نزلتش الميه عليه. لابد نديله صدمه كده مع الشعريه مع الفلفل مع الملح، ونقلبه تقلبتين 3 كده. ونحط ايه بقى؟ هنيجي ماسكه حاطه الميه معاكم اهو. اهو الميه يا حبيبتي اهو. قاعد الميه اهو زي ما انتم شايفين. انا ما بحبش اكيل، بس هو القعد كده مظبوط اهي. هقفل عليه ايه عبل ما تطيب هوريها لك. بصي يا حبايبي، هنحط ايه؟ هنحط حبه الملح. انا ما حطيتش ملح عشان هي مجربه تستوي، عشان هي بطه فلاحي جايه من على السطح. بصوا الشوربه، والله انا بنجرب لكم الشوربه. شوف الشوربه على الريحه والطعم بتاعها، عشان جايه من على السطوح. بصي يا حبيبتي عشان معايا الكاميرا. بصي البطه جميله ازاي، وهي مجربه يا حبيبتي تستوي البطه الجميله ديت. وهغطي عليه ويلا بينا نشوف الرز اهو يا حبيبتي مجرب يستوى اهو. شوف اللهم صل على النبي. وهو مفرفر وحلو اهو، لسه هيتقدم بقى اهو زي ما شفت كده. وعبل ما نخلصوا البطه ونحمرها ورز يستوي هرجع لكم. بس ان وصلتوا لغايه كده بالله عليكم خلي بالكم من اللايك بتاع ست الحبايب يا حبايب. الله الله، الله على الغدوة الجميلة اللذيذة. يا صباح الخير والفل والياسمين على كل المشاهدين مطبخ ست الحبايب يا حبايب. النهاردة عاملة معاكم الغدا واحدة واحدة. أنا عاملة الرز الجميل اللذيذ، الرز بشعرية. عاملة معاكم البطاية الفلاحي الجميلة اللذيذة دي يا حبايبي. وشوية الشوربة بتوع البط اللي شكلهم يتكلم عنهم، مش عاوزة كلام. أنا عاملة الغدوة الجميلة اللذيذة ديت معاكم النهارده يا حبايبي، يا نور عيني واحده واحده. ولو عجبك الفيديو انزلي اعملي لي اشتراك
وفعلي لي زرار الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتي. ويلا يا حبيبتي يا نور عيني نشوف الطريقة.